السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين ومتابعين قناتي، معاكم المهندس بسام صالح، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من الكورة دايما مجنونة. وحشتوني، عاملين ايه؟ أخبار البرد معاكم ايه؟ طمنونا عليكم. النهاردة هنتكلم عن التحكيم المصري في كأس الأمم الأفريقية. التحكيم المصري يا جماعة بخير. التحكيم المصري ما شاء الله عليه. أمين عمر، محمد عادل ومحمد معروف عملوا ماتشات رائعة، سبحان الله. خصوصا أمين عمر عمل حتة ماتش بتاع جنوب أفريقيا ونيجيريا، ماتش روعة في التحكيم بمساعدة الفار طبعا. إنما احنا مش بنشوف التحكيم ده في الدوري المصري ليه؟ ده يعني أمين عمر تفوق على نفسه ومحمد عادل ومحمد معروف. إنما عجبني قوي أمين عمر في ماتش جنوب أفريقيا ونيجيريا، عشان أوسيمين كان جاب الجون التاني وكانت هتبقى 2-0 لنيجيريا. بعد كده أمين عمر راح للفار وشاف إن الكرة من أصلا فاول لبيرسي تاو في منطقة جزاء نيجيريا، ولغى الجون وحسب ضربة جزاء على نيجيريا، ودخلت جنوب افريقيا واتعادلت 1-1. طبعا بعد كده الماتش اتعمل ضربات جزاء فيه ورونين ويليامز ما عملش شغل جامد وما انقذش جنوب افريقيا زي الماتش اللي قبليه. مهم امين عمر ما شاء الله عليه سرعة وقوة ونباهة وذكاء. فين التحكيم ده في الدوري المصري؟ صدقوني الحكام بخير، بس اول ما بيجوا هنا بيخافوا من الاهلي والزمالك. بنشوف حتى الفار ولا 500 الف فار لو جابوه مفيش. هو بره احنا زي الفل وبنمشي تمام وبنسمع القانون وبنمشي جنب الحيط وكل حاجة تمام. احنا المصريين ما بنطلع بره بلدنا بنسوق زي القانون، تعليمات المرور تمام، بنقف في الإشارة، القانون بنحترمه بره. إنما هنا نخبط في بعض ونكسر على بعض ونكسر عربيات بعض وننزل نتخانق. سبحان الله، التحكيم المصري زينا بالظبط. أول ما بيجي هنا مع الفار كمان هنا يقول لك الأهلي ما تحسبش عليه ضربات جزاء، أي جون أوف سايد نعديه، والزمالك برضو كالتالي يعني. فوالله العظيم الحكام دول يا جماعة فاجئونا. والله لو لعبوا كده ماتشات الدوري ده هيبقى الدوري بتاعنا ضرب نار، وهيبقى التحكيم تمام. مش هنقعد نقول ده الحكم النهارده ده قابض ده مرتشي ده خايف. مش هنشوف المآسي والمصايب اللي بتحصل في التحكيم المصري. فيا رب الحكام الثلاثة دول لما يرجعوا يعني يفضلوا كده عندهم الشجاعة انهم يلغوا اجوان وبلنتيات للاهلي والزمالك ويحسبوا عليهم فاولات واوفسايدات، ويفضلوا عندهم الشجاعة دي ويحكموا لنا ماتشات كويسة عما الدوري يرجع ان شاء الله. طبعا انا متفائل جدا، بس صعب ان ده يحصل. ده حتى مع الفار القرارات بتبقى غريبة جدا جدا يعني انا حبيت اتكلم ادردش معاكم كده كلمتين عن التحكيم المصري. الف مبروك، كان ممتاز. يا ريت نفس الذمة ونفس الضمير ونفس الخوف من ربنا يبقى موجود هنا في الدوري المصري بتاعنا، عشان ننقله نقلة احسن ويبقى دوري من غير مشاكل تحكيمية اللي دايما بنتكلم عليه. أعزائي المشاهدين، دي كانت حلقة كده سريعة عن التحكيم. كل سنة وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب وفولو للقناة، وكل سنة وانتم طيبين، وشكرا لحسن المتابعة. ميرسي.